أنتم الآن مع دادي شاقي. مرحبا بكم على كوكب السلطعون. يقول الفيلسوف الأوغندي: اجري يا ابن آدم جري الوحوش، غير رزقك لن تحوش. تم إثباتها علميا وسياسيا ونفسيا. النهارده يا عم دادي احنا دخلنا في كذا جنرا، صح؟ يعني احنا دلوقتي ماشيين بنكتشف المزيكا وبندرس المزيكا في الكوكب السلطعون. هل بقى بخطى ثابتة أم بخطى ليست ثابتة؟ ثابتة إن شاء الله. كان معانا راي، كان قبلها تراب، كان قبلها حاجة حماسية، في راب اللي جاي. هنروح هنا وهنيجي هنا كله غير متوقعين بالمرة. بالظبط، غير متوقعين. علشان احنا البرنامج الموسيقي الأكبر والأضخم في الوطن العربي. بس عشان بحب نوسعها جدا. لا ما نوسعهاش يا زميلي، ده هي كده يا باشا نوسعها، هي كده على مقاسنا. خد بالك الإنتاج عندنا بيصرف وبيكلف على مقاسنا. انت مش شايف اللبس اللي احنا لابسينه؟ مش عارف والله. مش شايف المسخات اللي بالكم انتوا بتتفرجوا 4K ولا ايه؟ ده انتاج، ده خدوا بالكم. نخش في الموضوع. اهم حاجه نوسعها على نفسنا عشان ربنا يوسعها علينا. بس دي تبع الفيلسوف الاوغندي ماركوس الونسو. اوكي، معانا ايه النهارده يا خشاجي؟ معانا النهارده زهير بهاوي، لازم علينا نصبر. لازم علينا نصبر. الناس اللي ما تعرفش ان احنا عملنا زهير البهاوي، عملنا له فيديو قبل كده بس كان على القناه الثانيه. في تراكات اصلا على القناه الثانيه وفيديوهات على القناه الثانيه، ممكن تروحوا تشوفوه. دادي شاقي بالعربي. يعني بس مش القناه الثانيه بقى، دادي شاقي بالعربي. القناه الثانيه تحسها القناه الثانيه القناه الثانيه الارضيه دي، عارف. فلازم علينا نصبره. لازم علينا. هل بقى لازم علينا نصبره ان احنا ما نشغلوش التراك؟ احنا برضه لازم يعني بنتعلم. الحاجه الوحيده بقى اللي ما عليهاش صبر خالص بتاتا هي اللايك والسبسكرايب والشير والمير والانستجرام والتيك توك والفيسبوك. عايزين تفاعل يا جماعه. شايفين الحركه دي؟ الحركه بفلوس. الحركه دي دخلنا في التفاصيل، والان دعونا ندخل في التفاصيل. كله لسه الله. ده في قصه، ده في مأساة تقريبا، ده في قصه. هتولد دلوقتي. هات يا اسطى، هات الدخله تاني. ايه داري على مزيان. والله يا اسطى الصوت واطي، الصوت مش حلو. زينب يا ساتر يا رب. وما تقوليش مشات الحنينة وخلاتني الوردة اللي ما عمرها ما جرحاتني، ما خلت وصايا ولا قبل ودعاتني. وتفكرت آخر مرة حضناتني، قالت ما تخلينيش، جاوبت ما تبكيش، نفديك بعمري كامل أنا باش تعيش. هاك القلب بلا بك ما خصنيش، يا الفرش تبقي معايا الطريق. ليه يا أخي كده؟ ده صدمني. ليه يا أخي؟ صدمني. لا وانا اعرف منه انا هنجي. لا يا أخي، لا يا اخي، لا يا اخي، انا واخد اجازه من المنطقه دي يا اخي. اصلا واخدين اجازه من المنطقه دي يا زميلي. وانيش دراني. ناس دراني ايه؟ والله ما انا عارف ان هو يعني ملمس في منطقه 8 بس ما اعرفش. ملمس 8 قوي يعني. ده ساكن في وسط المدينه، في وسط المنطقه. تعاتني وتفكرت آخر مرة حضناتني، قالت ما تخلينيش، جاوبت ما تبكيش، نفديك بعمري كامل أنا باش تعيش. هاك القلب بلا بك ما خصنيش، يا الفرش تبقي معايا الطريش. استوار دامور جمعتنا والحب اللي كان بيناتنا، بس جاميت. ده في فرنساوي يا زميلي. لا هيستوري دامور دي تقريبا اللي هو يعني ذكريات الحب جماعتنا. حلوه الحب. دامور منامور صح. جماعتنا. لا استنى بس عشان الدخله حلوه قوي، وصوته هنا حلو وعالي، وفي حته كده في حته كده قيم معايا الطريش. استوار دامور جمعتنا والحب اللي كان بيناتنا، دي حلوه قوي. استوار دامور جمعتنا والحب اللي كان بيناتنا، بس جامي تنسى ولو يجيو منك 5. انا هديتك قلبي، صبرني يا ربي، بس جامي تنسى ولو يجيو منك 5. لازم علينا صبر
في ثوره، ده ملحمه صح؟ ده ملحمه، في ثوره حلوه قوي المزيكا. انا اصلا يعني الفكره اللي هو احنا شفنا الموديل دي قبل كده؟ لا شبه اللي هي كانت في الكليب بتاع شبه ممثله مصريه اسمها تقريبا مي الغيطي. لا كانت في الكليب بتاع الحر على ما اعتقد. لا مش عارف شكلها مش غريب. لا هي بقول لك شبه ممثله مصريه كده، بس الحته دي حلوه قوي، حلوه قوي. صوته حلو قوي. صوته قوي على الحنين. تا واحد من خاطرو لازم علينا نصبرو ونصبرو تا واحد من خاطرو لو كانت تشوفي بنتك شحال شابهاك، نفس النوطة ديال الصوت اللي عندك، ملي كتبكي كنسامحك، ملي كتضحك انا كنتفكرك، كان نفسي تسمعيها كيف كتقول بابا، يا ريت لو كنتي معانا وبيننا دابا، سامحيني فرحان بيها بس مني، كنبان واقف وانا متكزني عمرك ما جا يابا قلبي الصغير لا يحتمل. حلوه قوي يا لهوي على الكوبليه ده. الكوبليه ده على فكره انا سمعته على التيك توك قبل كده، بس ما كنتش عارف مين بيغنيه. مش في كده بس هو فكره ان هو يعني كان نفسي تشوفي بنتنا عامله ايه دلوقتي، صوتها شبه صوتك ويعني الموضوع برضه يعني صعب. لو كانت تشوفي بنتك شحال شابهاك، نفس النوطة ديال الصوت اللي عندك، ملي كتبكي كنسامحك، ملي كتضحك انا كنتفكرك، كان نفسي تسمعيها كيف كتقول بابا، يا ريت لو كنتي معانا وبيننا دابا، سامحيني فرحان بيها بس مني، كنبان واقف وانا متكزمني عمرك ما جا منك ولا مني، ما كاش من غيرك كلها تكملني، وانا عارف الموت خدني، حبيبتي عارفه الاحسن مني، انا هديتك قلبي صبرني يا ربي، بس جامي تنسى ولو يجيو منك خمسه، لازم علينا نصبرو ونصبرو تا واحد من خاطرو اقول حاجه يعني مهمه جدا، القصه نفسها صعبه جدا، بس المزيكا والتوزيع فيه جمال، وصوته كمان فيه قوه. يعني قشعرني الصراحه، يعني هو مش مخليك عارف انت اللي هو ايه، شوف يا باشا مش مخليك تفرفر والله، بس من الامانه من الحزن، بس في نفس الوقت ده من جمال المزيكا. انا المزيكا عجباني قوي، والكلمات مادام صوته حلو قوي، مادام الجسم قشعر يبقى ده ليفل، يعني ليفل عالي قوي في الاحاسيس عامه. الواحد دلوقتي بقى جبله يعني، لا بس ما بقاش اي حاجه تقشعره. المزيكا توب بجد يعني. صبرني يا ربي بس جامي تنسى ولو يجيو منك خمسه، لازم علينا نصبرو ونصبرو تا واحد من خاطرو لازم علينا نصبر ونصبر في قلبي ونصبرو تا واحد من خاطرو بس مني نرضى باللي يجيني واخا مشيتي وخلي. عايزين نعرف الكلمة دي يا زميلي عشان اتقالت مرتين لحد دلوقتي. بزز مني بزز مني نرضى باللي يجيني. هي مش غصب عني، بس عارف انت اللي هو لما تعمل حاجة انت المفروض انك تعملها. لا هي كلمة برضا غصب مني، غصب عني. يعني هي بس هي مش غصب عني، هي يعني مش بايدي يعني يعني انا حاجة مضطر اعملها، انا راضي انا راضي، يعني حاجة مضطر ان انا اعملها، مش مضطر بس فيها حتة كده ايه ما بين ان انت حاجه انت لازم ترضى بيها، وفي نفس الوقت حاجه انت المفروض انك تعملها، بيبقى في حته مش بايدي تتحسب، مش بايدي. لا مش بايدي، مش بايدي، صدقني تمشي مش بايدي. لا مني يعني هي تمشي، هي تمشي في المنطقه دي يعني. بزز مني يعني عارف كده بتقل فيها حته كده
هي دي ما تخرجناش من المود، هي الحته، ما تخرجناش من المود، هي الحته هي دي. مني نرضى باللي يجيني واخا مشيتي وخليتيني، عليك انتي بقى تدمع عيني وما ناسي اللي بينك وبيني. بس مني نرضى باللي يجيني واخا مشيتي وخليتيني، عليك انتي بقى تدمع عيني وما ناسي اللي بينك وبيني. بس مني نرضى باللي يجيني واخا مشيتي وخليتيني، عليك انتي بقى تدمع عيني وما ناسي اللي بينك وبيني. للأسف مشى بمبدأ فلنحرق دفاترنا القديمة ونكتب دفاتر جديدة. ده كلمات زهير بهاوي والحر، حر مشارك في الموضوع. يا أخي ريحتك شمتها يا أخي ريحتك شمتها. هو الحر فين صحيح؟ الحر فين يا زلمة؟ الحر فين صحيح؟ كلنا بنسأل الحر فين؟ والله الحر فين يعني؟ رسالة إلى الحر، رسالة إلى الوالي. أين أنت؟ يعني والله أين أنت يا الحر؟ مختفي بقاله ده احنا تقريبا داخلين في سنتين تقريبا. حتة 8 يعني، بس 8 هتعجبك يعني. بص 8 حلوة أوي يعني. الصراحة بلال أفريكان وعزوز الاتنين عاملين شغل عالي. ده بجد والله. أنا التوزيع حلو يعني، حاجة تشبع ودنك كده. أنا انتابني القشعريرة الصراحة في الحتة اللي في القبل التاني ده حلو المنتصف ده. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض على الفكرة. أصلا لما بتيجي تحط فكرة إن البنت خلاص بقت يتيمة وبتشوفها تشوف فيها يعني اللي أنت كنت بتحبها، تبص لها تفكرك بكل لحظة بقى. تشوفي بنتك شحال شابهك، نفس النقطة ديال الصوت اللي عندك اللي كتبكي. دي أكتر حتة تحس فيها حر صح؟ والله الحر كان في تراك برضه نفس النقطة اللي عندك تقريبا. لا ما كانش في النقطة اللي عندك يعني، بس هي نفس تقسيمة الكلام بتاعت الحر، بيقسم الكلام بالطريقة دي فعلا برضه. نفس النقطة اللي عندك. لا النقطة دي تبع ديزي دروز. لا أنا الحر برضه أعتقد كان في حتة قال فيها حاجة شبه كده. لو كانت تشوفي بنتك شحال شابهة، نفس النقطة ديال الصوت اللي عندك اللي كتبكي. كان سامعك ملي كتضحك، أنا كنتفكرك، كان نفسي تسمعيها كيف كتقول بابا. يا ريت لو كنتي معانا وبيننا دابا. سامحيني فرحان بيها بزز مني، كنبان واقف وانا متكز مني. الفراق ما جا منك ولا مني. معلش يا جماعه انا نعيد الحته بتاعت دي. كان باندي طلعها كده. سامحيني فرحان بيها بزز مني، كنبان واقف وانا متكز مني. الفراق ما جا منك ولا مني، ما كاش من غيرك كلتك مني. وانا عارف الموت خدني، حبيبتي عارفه الاحسن مني. انا هديتك قلبي، صبرني يا ربي. بس جامي تنسى ولا وجهه منك خفا. خد بقى ان انا افتكرت ان هو اصلا بيحضن والدته، خدت بالي ان هو بيحضن امها. كان بيشوف منطقه 8 يلف في الشارع اللي ورا. والله يا اخي ايه ده؟ انا في حاجه حاسس بحاجه غريبه من ساعتها. ايه يا اسطى؟ قول لي الصوت ده جاي منين عشان ما لا ما انا عايز افهم بقى في ايه. هو ايه ده؟ في ايه ده يا اسطى؟ ايش هذا يا اسطى؟ تصدق ايه ده؟ ايه ده؟ ده تبع مين ده اصلا؟ ايه اللي جابها هنا دي؟ احنا كنا موقفين كتير برضه المره اللي فاتت عشان هو ابن حلال طلعنا من منطقه 8. ايوه والله. انا ندري ازاي وكيف والله ما نعرف. كاس العالم والمغرب بيجروا ورانا في كل حاجه، بيطاردونا يا زميلي عشان ننجز الحلقه. بالظبط يعني ننجز الحلقه اللي المفروض ننزلها للموضوع. بس قشطه زهير بهاوي. ايوه ده حقيقي. التراك ده هيت. ده حقيقي والله. يموت يعني. حلو قوي. وهو منطقه 8 بس انا يعني انا مش عايز اقول ما اتاثرتش، بس ما يعني ما كده، بسبب ان انا في حاجات تفاصيل كتير في التراك نفسها عجبتني. يعني تفاصيل كتير في التراك
مش عارف، شفتها انا من وجهه نظر تانية كده، من وجهه نظر حسيت نفسي محلل كده. محلل؟ يعني محلل. احنا برضه ما انتوا عارفين يا جماعه الموضوع بيبقى فيه شويه محللين وشويه مهندمين، بالظبط التفصيله اللي انتوا بيخشوا في بعض بيعملوا اللي انتوا شايفينه قدامكم. اوكي. هذه كانت حلقه الليله من برنامجكم بلاك اند وايت. كان معكم مستر دادي شاقي. سلام.